ورحمة الله وبركاته. هذه القصيدة وصلتني من الشيخ حسن محسن شيخ الزويد من عروة. يقول: شعرك يا ابو خالد مضامين وانتاج ساس الجزالة والرقي بعمومه، ماني بحوله كانها البحر لا هات، بس ودي اخذ لي مع جواحه ومسلم جراع الدرر، لابس التاج تاج اللي لبسته صعب للي يرومه، ما بغرابه معدنك معدن العاد، صافي ذهب غالي على اللي يسومه، وانت يا ابن ظاهر ذرى كل محتاج رح اللزوم، ساعده في لزومه والله ما نقبل فيك حاقد، وهالراج رح النماي من عرفه من علومه، فوجك خذ البيرق على كل الافواج، والنجم ساطع بالسما مع نجومه، ما انت بحاجة مدح بس الدهر ماج نشهد لكم، واللي شهد لا تلومها اليوم صار الذيب في مربط عاج، والصقر صار يحوم ويصيد بومه، لكن نطلب ربنا راعى الافراج يصفي جونا من سمومه، نطلب من الله يعدل الوضع الانعاج، وكم غير الله بين قعده وقومه صلاة ربي عد ما حجاج على الذي نهجه صفات معصومه. رديت عليه اقول: حي الله اللي بلوفه يبني ابراج علوفه، والطيب هذه اسلومه علوفه، والجود في كل منهاج سود الليالي ما تثني عزومه، ما هو من اللي يمشي الدرب من عاد رجل تهابه بالمواقف خصومه، شيخا على ربعه مبدا ومنهاج كل يرحب به بساعة قدومه، ما هو من اللي يقضي العمر دواج عنده رفاق عز وابن عمومه، ما يارد الا من نهر ماه ثجاج، يوم اكثر العربان ضاعت قسومه، ابو علي راح المواقيف هداد شيخ الزويد جعل ربي يدومه، يقول هذا الوقت صاير باحراج صقر تال الوقت محدن يسومه، والذيب لو يقلب على راس صنعاد كلا على صوته يورد سهومه، هذا زمان ابو قذيله ومكياج ولعابته الببجي وكتشب وثومه، اللي لهم بالوقت مدخل ومخراج، هذا زمان العولمه والنعومه، ما ينفع الطباء ولا ينفع علاج بالنايم اللي طال وقته ونومه. شاعر عبد الرحمن العربي.